السلام عليكم حبايب قلبي، واهلا وسهلا فيكم بوصفة جديدة بقناتي. راح نعمل سوا كثير اشياء تجنن. هاي انجح وصفة بانكيك فيكي تجربيها بكل حياتك، سهلة وسريعة وفيكم تعتمدوها على لانش بوكس اولادكم او حتى لنفسك. دحين خلونا نبدأ. اول شي الخليط نحتاج فيه الحليب يكون عادي، كاسة حليب اللي هي 250 جرام. راح نضيف فوق الحليب 3 ملاعق كبيرة من السكر، وأنصحكم تخففون منه لأن تقدرون تاكلون هذا البانكيك بدون لا شوكولا ولا فواكه ولا أي إشي ثاني. وآخر شي الفانيليا، ويلا نخلطهم. ولا تنسون تدعموني باشتراك وتفعلوا الجرس عشان يصلكم كل وصفة، ولا تنسوا تعملوا لي لايك إذا حبيتوا الوصفة. ونضيف فوقهم 2 بيض ورشة ملح صغيرة، أو مثل ما أمي دايما تقول الكلمة الحلوة تحبب الناس فيك. يعني حتى في حياتكم اليومية ومع ناس ما تعرفونهم حتدخلون البسمة لحياتهم، يعني مو بس معي. عم تشوفون دايما أحب أسولف وياكم وانسى حالي. خلونا دحين بالوصفة. انزين نخلطن كويس، يعني مرة زين مثل ما يقولون أهلنا بالسعودية. تراني بشر يعني بغلط، فبتمنى تصحولي. رجعنا للسوالف ونسينا البانكيك. المهم طعمه مرة رهيب، لازم تجربوه وتخبروني بالتعليقات. وهنا عندي ملعقتين من الزبادي عشان يصير طعم البانكيك حلو حلو مثلكم يا حلوين. وراح نضيف الطحين تدريجيا، وأنا ضفت 12 ملعقة، يعني حوالي كاس ونص، وملعقة بيكنج باودر. وبالنسبة للطحين يعني حسب نوعية الطحين اللي عندكم، يعني من 12 ملعقة ل 13 14 هيك. الصراحة هالبانكيك أنا سويته مشان أختي، دايما تقلي عليه. وبمناسبة شهر رمضان بدي هنيكم ورمضان مبارك، وكل عام وأنتم بخير، والله يعيدوا علينا باليمن والبركات إن شاء الله. والدقيق مثل ما قلت لكم، لأن في نوع من الدقيق بيمتص السوائل، يعني تضيفونه شوي شوي. في نوع بيحتاج كثير من الحليب، وفي نوع شوي. وكل مرة بنشوف الخليط خفيف راح نضيف له الدقيق مرة ثانية. ها دحين عم تشوفون قوامه كيف صار؟ كل بانكيك يرتاح شوي، ولما يرتاح نجيبه ونحطه فورا بالمقلاة. وححط شوية زيت أو زبدة عشان ما يلزق ويانا، ونحطه فوق النار تكون متوسطة شوي. ولما تشوفوا وجه البانكيك صار ينشف وعليه فقاعات تقلبوهن، وبعدها بتشيلوهن وتكملوا كل الخليط بنفس الطريقة، ونحطهم طبق التقديم. ويلا بالعافية عليكم، وإن شاء الله تكونوا حبيتوا الوصفة، ولا تنسوا تدعموني باشتراك.